بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترمين اليوتيوب، متابعي أخبار اليوم، أهلا وسهلا بحضراتكم. تحية خاصة من قناتكم ومن أخوكم أبو وليد. نسأل الله العلي القدير أن يؤلف بين قلوبنا جميعا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل لحظة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة. كل لحظة وحضراتكم متمتعين بكل شيء يرضيكم ويرضي المولى جل وعلا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة احتمال يكون اليوم الأخير لشهر رمضان المعظم لعام 2023. هنشوف الرؤية النهاردة والهلال. هيتقرر إذا كان بكرة أول أيام العيد أو بعد بكرة. على أي حال كل لحظة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة. قصة قضية نورهان الملعونة وحسين الملعون مش هتنتهي على فكرة. يعني اللي بيظن ويقول لك يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه، ما خلاص القضية خلصت، ما خلاص بقى ما تشوفوا حاجة غيرها. اللي شغلنا يا سادة في القضية دي انها قضية هزت الرأي العام كله، لان الحدث جلل، محدش عمل كده قبل كده يعني. لكن امبارح كان اخر شيء سمعتوه حضراتكم من الفويس بتاع ام حسين اللي بتلخص فيه اخر زيارة لابنها. وعلى فكرة برضو انا كنت متخيل ان الزيارة بتاخد اجراءات كتير، لكن هي قالت لي مفيش غير ان انا بروح بقول عايز اشوف ابني، بياخدوا مني البطاقة بيدخلوني، الموضوع سهل يعني. امبارح كانت الزيارة الاخيرة زي ما هي قالت هروح له يوم الاربع، وفعلا هي بتسافر وبتروح للقاهرة. انا فوجئت بيها امبارح بالليل بتقول انا لسه واصلة. آه كلام كتير اتكلمت عن حسين. الشيء الوحيد اللي انا مصدقه في القصة دي او يعني من كلامها، طبعا الكلام انا عرضته على حضراتكم، ان فعلا البنت كانت مأمنة المكان بطريقة بحيث ان محدش يقدر يتدخل غير هي اللي عايزاه تعمله. واللي مصدقه اكتر ان البنت كانت قافله الباب ومخبيه المفتاح كمان. ده معناه ايه يا ساده؟ الناس بس اللي بتقول ارحموا البنت، حرام عليكم ما تظلموش البنت، ده سبق اصرار وترصد واصرار 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 على انهاء حياه الام. لكن هل اللي سردت ام حسين على لسان حسين ممكن يكون حصل؟ ممكن يكون فعلا البنت كبت حله الميه السخنه او اللي كانت سخنه على الاتنين. ممكن تكون البنت فعلا قالت له انت لازم تخلص معايا، ولو ما خلصتش انا هقول ان انت اللي عملت كل شيء. ممكن تكون البنت قالت له انت تخلص، هو انت لسه هتتدلع. هل الكلام ده ممكن يا سادة؟ يعني ممكن يكون في شيطانة بالشكل ده. اولا لما ام حسين بتسرد وتقول ان الواد كان خايف منها وماسك الشاكوش، هي طبعا ماسكه الشاكوش وكان خايف منها، نظرتها في القفص ونظرة عينيها تخلينا ممكن نصدق شيء زي ده. طيب صدقنا الشيء زي ده هنبرأ حسين؟ لا يمكن يا سادة، لا يمكن. يعني اللي هيتعاطف مع حسين ويقول لك معلش اصل الواد كان غصب عنه، اصل الواد كان خايف. حسين ما هو معروف انه كان قبل كده ليه مشاكل، يعني كان ممكن يضرب البنت، خاصة ان الام كمان كانت تبقى في صفه في الوقت ده لو هو فعلا عايز ينقذ الام. ما كان في ايده الخشبة اللي فيها مسامير. الموضوع يا سادة ببساطة زي ما انا قلت وما زلت بقول، طرفي القضية اللي هم اهل نورهان واهل حسين حاولوا الاول كل طرف منهم يرمي القضية على التاني. لقوا الموضوع مش واكل مع الناس او الناس مش مصدق. يعني لما نقول نورهان غصب عنها وحسين كان غصب عليها ما صدقناش. قلنا ان نورهان وامها ممكن كانوا ياكلوا حسين. ولما قلنا ان حسين غصب عنه ونورهان هي اللي كانت مسيطرة عليه عن طريق بودة او مودة او اي اسم، برضه ما صدقناش. طلعت لنا بقى قصة جديدة خالص، وده تقريبا تحالف الطرفين مع بعض، وقالوا تعالوا احنا نرمي كده على رأي العام نشوفوا ما يقولوا ايه. ان كان في بودي وبودي اثر على نورهان ونورهان اثرت على حسين، وبودي بعت رسائل لحسين لو ما قتلتش هنقتل ابوك ونغتصب اختك، وبودي بعت لنورهان لو ما قتلتيش هنخلص على ابوك ونحرق الدكان بتاع ابوك. كلام كله فاضي، كلام كله لا هيقدم ولا هيأخر. السادة المحامين اللي بيلعبوا بالطرفين، يعني انا مش عارف انتوا يا مش فاهمين قانون يا حرام عليكم انتوا بتضللوا الدنيا. قصة تانية برضو اتكلمنا عنها امبارح، هو البوست اللي منزلاه الاستاذ عايد الفضالي على صفحتها، اللي في بعض الناس بتقول ان ممكن يكون ده خطوة لتنازل الاستاذ هايدي وانسحابها من القضية. اولا من وجهة نظري الاستاذ هايدي مش هتنسحب من القضية خالص.
حتى لو انا بقول وجهة نظر، حتى لو البنت خدت اعدام هتفضل بعدها تقول البنت كانت بريئة، والبنت كانت مغصوبة على امرها، والبنت عملت ده غصب عنها. انما عشان تنسحب في الوقت ده بعد كل اللي جاته الاستاذ عيد الفضالي على مدار الثلاث اربع شهور اللي فاتوا، ما اظنش ان هي تنسحب. انا اظن ان هي بس بعت رسالة لحد معين بتقول له اشرف لك واحسن لك، بدل ما انت تفضل ماشي في الطريق الغلط ارجع للطريق السليم. ده اللي انا اظنه. انما ما اظنش ان الاستاذه هايدي ابدا هتنسحب من القضيه. وما زلت باكد وبقول يا ريت الاستاذ خليل هو اللي يعلن عن موقفه الايجابي. يا ريت يقول انا فعلا كنت مخطئ وبنتي تستاهل العقاب، لان تيقنت ان هي فعلا كانت سبب في قتل امها. على فكره ده لو حصل من الاستاذ خليل هنقول زي ما قالوا الناس. انا عن نفسي اول واحد اقول له شابولك يا استاذ خليل، وتاني وتالت ورابع بقول يا ريتك يا استاذ خليل تقول كده قبل ما النقد يترفض وقبل ما البنت تتعدم. لانك لو قلت الكلام ده بعد رفض النقد وبعد اعدام البنت ولا حد هيصدق. انا على فكره الكلام ده قلته من مده كبيره. وبرضه مش بنكر على حضرتك ولا على الاستاذ عايد الفضالي دفاعك عن البنت، لان الاستاذ عايد الفضالي ده شغله وحضرتك ابوها. لكن احنا بنوجه كلامنا برضو لبعض الناس اللي ما زالوا حتى هذه اللحظة بيدافعوا عن القتلة. دول يا سادة بنسميهم قتلة، احنا لا نقول سفاحين ولا نقول كذا ولا قتلة زي ما قال عنهم القانون. دول قتلة. الاتنين اشتركوا في قتل المرحومة الشهيدة داليا، نحسبه عند الله شهيدة، الله يا رب يرحمه ويغفر له. طبعا تاني بقول كل لحظة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة. إن شاء الله رب العالمين دايما معاكم بالخير وفي الخير، سواء في قضية نورهان أو في غير قضية نورهان. دايما مع بعض إخوة متحابين، دايما مع بعض هنتكلم وهنسلم على بعض. إن شاء الله رب العالمين هنقرر بعد رمضان وبعد العيد إمتى يكون مواعيد البثات، هنختار ميعاد يناسب الجميع. سبحان الله، فاكرين حضراتكم لما قلنا قبل رمضان احنا عايزين نختار يناسب الجميع؟ الأيام جريت سبحان الله وكله من العمر. بس لو الناس تعرف والناس تتعظ، والناس اللي كل شوية حد يطلع في القضية يقول لك عامل نفسه جاب سبق ويقول لك سبق، البنت كانت مع فلان في الحتة الفلانية والبنت كانت مع فلان. يا أخي يا أخا ويا أختي والله ده ما يهمنا، والله ده ما يهمنا. خليكوا في صلب القضية، اتكلموا في صلب القضية. ايه اللي يهمنا انك تقول او تقول البنت كانت مع الواد الفلاني الساعة كذا في المكان الفلاني وعمل كذا. تعبت من ان انا اقول الكلام ده، لكن برضه بحب اذكر بيه، وحب اذكر برضه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الناس اللي فاتحه منصات عشان الفضايح بس، فضايح فلان وعلان، ربنا يهديكم يا رب، ربنا يهديكم يا رب. نسأل الله العفو والعافية. نشكر لحضراتكم حسن الاستماع والمتابعة. نترككم في حفظ الله وأمنه على أمل اللقاء بكم قريبا. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.